من زمان قوي في مدينة طيبة اتولد شاب هادي اسمه بولا، وكان ليه أخ اسمه بطرس. الأيام جرت والأب مات وساب لهم ميراث كبير قعدوا يقسموه، لكن بولا كان صغير في السن، فأخوه بطرس خد النصيب الأكبر. الخلاف كبر ومعرفوش يتفقوا، فقالوا نروح للحاكم يحكم بينا. وهما في الطريق عدى قدامهم مشهد هز قلب بولا، جنازة، ناس كتير وصوت بكا، وعرفوا إن الميت ده كان غني جدا. بولا وقف وبص وتنهد من قلبه وقال كلمات غيرت حياته كلها. حس إن العالم ده فاني وإن هيسيبه وهو عريان. لف على أخوه وقال له بهدوء ارجع يا أخي، أنا مش مطالبك بحاجة. رجعوا، لكن في نص الطريق بولا غافل أخوه وساب المدينة كلها وراه. طلع بره لحد ما وصل لقبر فاضي، دخل جوه وقعد 3 أيام يصلي ويعيط ويطلب من ربنا وريني يا رب أعمل إيه يرضيك. أما بطرس دور على أخوه في كل حتة، ولما ما لقاهوش حزن قوي وندم على اللي حصل. ربنا ما سابش بولا، بعتله ملاك ومشي معاه لحد البرية الشرقية الداخلية، وهناك ابتدت حياة غير عادية. 70 سنة كاملة ما شافش فيهم ولا إنسان، كان لابس ثوب من الليف ولا معاه أكل، لكن ربنا كان أمين. كل يوم غراب بيجيله ومعاه نص رغيف خبز، ولا يوم اتأخر. ولما ربنا حب يعلن قداسة بولا وبره، بعتله ملاك للقديس الأنبا أنطونيوس وقال له في البرية الداخلية إنسان العالم لا يستحق وطأة قدميه، وبصلواته ينزل المطر والندى وبيجي النيل في ميعاده. الأنبا أنطونيوس قام فورا ومشي مسيرة يوم كامل ودخل البرية، مش عارف رايح فين بالظبط، بس قلبه متأكد إن ربنا سايقه. مشوار طويل، حر، عطش، تعب، وأيام يعدي فيها على وحوش وعلى صخور وعلى سكك محدش يمشي فيها غير اللي ربنا ماسك بإيده. وفي الآخر وصل، شاف كهف بسيط واقف قدامه شجرة نخيل ومنها مية عذبة بتنزل. خبط، محدش رد. ابتسم وقال عارف إنك جوه يا رجل الله، افتح مش همشي. وبعد شوية صوت هادي طلع من جوه، مين أعلمك اسمي؟ وفتح الباب ووقف الاتنين قدام بعض. راهب قديم جسمه نحيل وشعره أبيض ولابس ثوب من الليف، بس وشه منور. ده كان بولا وده كان أنطونيوس. اتحضنوا ودموع الفرح نزلت من غير كلام. قعدوا يحكوا لبعض عن ربنا وعن البرية وعلى أمانة الله اللي ما بتتغيرش. وفي اللحظة دي الغراب جه، بس المرة دي مش نص رغيف، رغيف كامل. بولا ابتسم وقال 60 سنة ربنا بيبعتلي نص رغيف، والنهاردة علشان ضيفي جه بعتلي رغيف كامل. وقضوا اليوم في الصلاة وفرح كأنهم في السماء مش في البرية. وقبل الغروب بولا بص لأنطونيوس بهدوء وقال له خلاص ميعاد رحيلي قرب. طلب منه يجيب له رداء القديس أثناسيوس علشان يلبسه ساعة انتقاله. أنطونيوس مشي بسرعة، ولما رجع لقى بولا واقف رافع ايديه وعينيه للسما. الروح طلعت في هدوء من غير ألم من غير صداع. أنطونيوس وقف محتار، يدفنه ازاي؟ يحفر بايه؟ في لحظة طلع أسدين من البرية وقعدوا يحفروا الأرض برجليهم، وبعدها سجدوا ومشوا. اتدفن الأنبا بولا أول السواح اللي عاش 70 سنة ما شافش بشر، بس السما كانت قريبة منه أكتر من أي حد. ومن يومها البرية بقت مليانة حياة، والسواح عرفوا الطريق، واسم بولا فضل منور في تاريخ الكنيسة كشهادة إن اللي يسيب العالم من قلبه ربنا ما يسيبوش أبدا. بركة صلواته تكون معنا كلنا، آمين.